من أهم الحاجات اللي بتخلينا ما نتعافاش من أي علاقة مؤذية وما نعديش بعدها وما نمشيش. يعني لو لخصناها، نوع الأسئلة اللي بنسألها لنفسنا، نوع الكلام اللي بنقوله لنفسنا. يعني تلاقينا بنقول إيه طول الوقت؟ نفضل نفكر: هما ليه الأشخاص دول أذوني؟ ليه الأشخاص دول ما تحملوش اللي أنا عملته عشانهم؟ طب ليه ما شكرونيش على الحاجات اللي أنا عملتها عشانهم؟ ليه ما قدروش اللي أنا عملته؟ لما بنقلب الأسئلة دي للأسئلة الصح، التعافي بيبقى سهل أوي وبيبقى سريع بسرعة. لما أقول لنفسي أنا ليه أصلا سمحت لهم بالأذى ده؟ أنا فين تقديري لنفسي؟ وفين حدودي؟ وفين حمايتي لنفسي؟ إيه اللي خلاني أفضل في علاقة مؤذية فترة طويلة أوي وأفضل فيها وواقف فيها؟ ودي مش حكايتي، مش حدوتي. أشخاص كل تعاملهم معايا سيء ورغم كده أنا لسه واقفة معاهم في نفس المكان. دي الأسئلة اللي المفروض نسألها لنفسنا قبل ما تسألي نفسك هما ليه عملوا فيها كده. اسألي نفسك: أنا ليه أصلا رضيت بده؟